تخيلي ان ابنك راح المدرسة او النادي وحد حاول يقرب منه بطريقة غريبة، ابنك هيعرف يتصرف ولا هيقف متلخبط؟ لازم كل طفل يعرف ازاي ان هو يحمي نفسه. تعالوا نشوف مع بعض. قبل ما نبدأ متنسوش تعملوا لايك وشير عشان كل تستفيد. اول حاجة لازم ان احنا نعرف الطفل يعني ايه مناطق خاصة بيه هو بس، ويقولوا ان جسمه ملكه هو بس، وفي اماكن محدش ينفع يلمسها غيره، او ماما وبابا وقت التنظيف فقط، او الدكتور وقت الكشف. استخدمي مصطلح بسيط ان زي الاماكن المتغطية او الاماكن الخاصة عشان يكون مفهوم وبسيط عليه. ازاي نعلمه انه يرفض اي لمسه ليه مش مريحه؟ علميه يقول لا بصوت واضح لو حد لمسه بطريقه غلط، ويجري بعيد فورا ويجي يحكي لك وما يخافش، او يحكي لاي شخص يثق فيه. اشرحي له ان جسمه هو مش للعب، وانه مش لازم يكون مؤدب لو حد اتعدى حدوده، ومفيش حاجه اسمها لعبه سريه. اهم حاجه افتحي باب الحوار ما بينك وما بين ابنك. كل يوم اساليه ايه اكتر حاجه مريحه حصلت معاك النهارده، وايه اكتر حاجه حصلت مضايقاك، عشان يتعود دايما انه يحكي لك على اي حاجه حصلت له مش مريح. عايزه ابنك ما يكذب، ما تخوفيهوش. قولي له لو حصل اي حاجه غريبه ان انت هتسمعيه ومش هتعاقبيه، وهتساعديه من غير ما تزعقي له. ابداي النهارده، ابداي اتكلمي مع طفلك بالطريقه دي. وقولي لي في الكومنتات ايه اصعب سؤال اتسال. وما تنسيش تعملي شير عشان كل ام واب يستفيدوا.